في لوحة عمرها 400 سنة تعلم مصور سينمائي كيف يعري عقل رجل فاشل. الفيلم اسمه ذا كونفورمست وتعني المتأقلم. بطله مارسيلو، رجل في إيطاليا الفاشية يخبي سر وخوف من حقيقته ويعيش كذبة عشان يبدو طبيعي. والسؤال، كيف تصور رجل يخبي نفسه عن نفسه؟ جاء الجواب من رسام مات قبل 400 سنة، كارافاجيو. اشتهر بشيء واحد، الضوء الحاد في وسط العتمة. شعاع واحد يدخل للظلام يكشف وجه والباقي غارق في السواد. مدير التصوير ستورارو أخذ الفكرة وحولها لقاعدة تحكم للفيلم كاملة. الضوء يساوي اللي يعترف فيه مارسيلو، والظلام يساوي اللي يخبيه. فنشوف مشهد مكتب الحزب، ظلال الشبابيك ترسم قضبان السجن على جسده وهو جالس حر. الإضاءة ما كانت تكشف المكان، كانت تكشف الإنسان. وهنا الفائدة، إن الضوء مو بس عشان تشوف، الضوء ممكن يصير حكم. تقرر إن الضوء حقيقة والظلام كذبة وتثبت على هذه القاعدة، فتصير وقتها الإضاءة سيناريو ثاني يحكي نفسية الشخصية بدون أي حوار. السؤال اللي أترك عليك، لما تختار إضاءة مشهد تفكر وش تبي توري ولا وش تبي تخبي؟